السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد، وفيديو النهاردة عن تعادل النادي الأهلي أمام نادي بتروجيت. هنناقش في الفيديو النهاردة كل جزئية في الماتش عشان نعرف إيه أسباب الكارثة اللي حصلت دي. أولا التشكيل. أنا واحد من الناس كنت متوقع إنه يبدأ بجراديشار، ولكن اتفاجئت إنه لاعب طاهر. عاوز بقى حد يقنعني، يقول لي طاهر إزاي؟ هو الراجل ده بيشوف اللعيبة دي في التمرينات؟ يعني هو بيشوف حاجة احنا مش بنشوفها عشان يبدأ بطاهر ويريح جراديشار؟ ده بالنسبة لجزئية التشكيل. نيجي بقى للماتش وللرجالة اللي شرفتنا النهاردة بزيادة. الفريق 90 دقيقة بلا هوية، مفيش جملة جماعية تحصل، مفيش شكل للعيبة في الملعب، مفيش انتشار، مفيش باس عدل، كمية مسباس ملهاش عدد. الشناوي في عالم موازي لوحده تماما، ملوش أي لازمة قسما بالله في الفريق. خط دفاعنا أسبل من خط بارليف، على الأقل خط بارليف كسبوه برشاشات مية، إنما خط دفاعنا انت بنفخة هوا بتضيعه. بن رمضان بيعافر وبيحاول، بس مش ده بن رمضان اللي نعرفه واللي المفروض نكون متعاقدين معاه. تريزيجيه، او زي ما انا ما بسميه مستر حنكشه، والله بينزل يحنكش في الملعب، بس مفيش غير الشوطه اللي شاطها في العارضه وكتر خيره قوي على كده. زيزو، زيزو ابو 100 مليون، مفكر نفسه نازل ماراثون جري ولا حاجه، بياخد الكوره ويلا اللي يعرف يلحقني يفرجني. انت ب 100 مليون يا اسطى، يعني طلع نار من بقك. نيجي بقى لعريس الليلة وكل ليلة، المعلم طاهر محمد طاهر. تفسير واحد بس للي بيحصل، وهو ان طاهر ممضي الناس في النادي على شيكات. والله اصل مفيش تفسير تاني، لانه بيلعب مع كل مدير فني بيجي النادي، واحنا اللي نتشل في الاخر. بالنظام ده احنا هيتقل مننا قدام المصري، وفي السوبر هنتفضح والله. احنا عاوزين لعيبة رجالة مش موظفين في الملعب.